لما حد بيبقى عنده جنحة ما ويجي يسألني فيها، أنا بجاوب بصفة عامة ومجردة، لأن القانون قواعد عامة ومجردة. لكن كل قضية ليها ظروفها الخاصة بيها. أحكام محاكم الجنح بتصدر على 3 أشكال: يا إما حكم لمدة كذا وكفالة مبلغ كذا، يا إما حكم لمدة كذا مع النفاذ، يا إما حكم لمدة كذا ويسكت. الكفالة دي ضمانة للحبس، يعني حضرتك لما بتيجي تعمل الاستئناف بتدفع مبلغ الكفالة علشان ما تفضلش محبوس لحد ميعاد جلسة الاستئناف. أما لو كان الحكم مع النفاذ فسيادتك بتفضل محبوس لحد الجلسة. طب لو القاضي حكم بالحكم وسكت بقى، ما قالش كفالة ولا قال نفاذ، في الحالة دي النفاذ بيكون وجوبي، يعني بتفضل محبوس لحد ميعاد الجلسة. طب لو انت بقى عملت الاستئناف بتوكيل، يعني محامي عمل لك الاستئناف بتوكيل وما دفعش الكفالة، بيتحدد لك جلسة الاستئناف، بس بيفضل برضو مطلوب التنفيذ عليك. يعني لو اتمسكت في حملة او في كمين هيتقبض عليك، يا اما تفضل محبوس لحد الجلسة اللي متحددة لك اصلا في التقرير بالاستئناف، لو انت ما معكش مبلغ الكفالة ودفعته. لو معاك ودفعته خلاص بتخرج وبتنتظر الجلسة. لكن لو حكمك مع النفاذ واتقبض عليك انت هتفضل محبوس لحد الجلسة. فعشان كده انا دايما لما حد بيسالني اقول له يا تجيب لي ورق القضيه اشوفه، يا اما محاميك هو اصدق مني لان هو عارف ورقك اكتر مني.